معانا النهارده محمد دومة، احد مصاب الثوره واحد مؤسسي حركه شباب الثوره العربيه بالبحيره واحد مؤسسي حزب الدستور. هيحكي لنا النهارده ايه اللي حصل معاه في ديوان عام المحافظه وليه قدم بلاغ ضد المهندس محمد مختار الحملاوي. هنعرف النهارده ايه اللي حصل وهو هيكون معانا. ايه اللي حصل النهارده يا محمد؟ أنا النهاردة ذهبت لمحافظة البحيرة في تمام الساعة 11 صباحا بالظبط. دخلت المحافظة. كان طبعا أنا رحت هناك بعد ضغط، بعد والدتي ما ضغطت عليا بعد سنتين. يعني أنا مصاب في الثورة في 25/2011. بعد سنتين قاعد ما خدتش أي حق من حقوقي. فبعد والدتي ضغطت عليا كتير إن أنا لازم أنا أروح وأطالب بحقي. فقلت لها ماشي خلاص، رحت النهاردة المحافظة ودخلت. قعدت جوه شوية. سألنا فين المحافظ عشان أقابله. في ناس بقت يعني اتكلمنا تقول لنا هو مرة في النادي الاجتماعي، مرة في المجمع. في الآخر تنيت قاعد يعني. الحمد لله ربنا طول لي صبري وتنيت قاعد لحد خلاص ما فات بيا الأمر. جيت مزعق بقى، قلت له مش همشي من هنا لما أقابله. أنا ليا حق، وأنا كمواطن مصري لازم أنا أحصل على حقي في البلد ديت. فطبعا جه مدير أمن المحافظة أستاذ محمد أنصاري، قعد يهديني وقال لي بس يا محمد تعالى معايا. كنت انا واقف فوق في الطرقه عند مكتب السكرتير العام. خدني ونزلني معاه مكتب مدير الامن تحت. تنيت قاعد تحت. قال لي يا محمد هي مطالبك؟ قلت له والله انا مطالبي يعني محدده، يعني تعتبر جزء من مطالبي، اللي انا جزء من مطالب، يعني انا مش طالب مطالب فادحه يعني. فقال لي طب ايه هي؟ قلت له والله انا عايز اتعالج. انا عايز اتعالج في الخارج مش في الداخل، لان انا ماليش علاج في الداخل. بعد التقارير الطبيه اللي قدمتها من المستشفيات الخاصة بتقول إن أنا ليا علاج في ألمانيا. فطبعا التقارير الطبية اللي هي التابعة للمستشفيات الخاصة مش بيعترف بيها المستشفيات الحكومية. ما بيعترفوش غير بالتقارير الحكومية فقط. فبروح للمستشفيات الحكومية بكشف. فطبعا انت عارف ان الصحة، المنظومة الصحية في مصر متدنية والعلاج فيها رديء للغاية يعني. بدخل المستشفى طبعا ما عندهمش اصلا اجهزة لكشف الرمد. فاكيد مليون في المية ان هو مش هيقدر يطلع تقرير بيقول ان انا ليه علاج في المانيا. فبيجي طالع على طول كاتب التقرير ان انت مالكش علاج ولا في الداخل ولا في الخارج. فازاي يعني انا كده الاتنين؟ يعني مين المنافق في الاتنين؟ هل المستشفيات الخاصة ولا هل المستشفيات الحكومية؟ فانا محتار، يعني محتار ما بين دكتور ودكتور. فروحت النهارده قلت له انا بقى عايز اتعالج في الخارج، لان انا خلاص تعبت وزهقت نفسيا، نفسيتي اتدمرت. قال لي طب ايه اللي انت عايزه تاني؟ قلت له انا كنت متوظف في المحافظه، بس قدمت استقالتي لسبب اللي فيه اسباب الاستقاله، ان انا عايزيني كل يوم حضور وانصراف، وده طبعا مع حالتي المرضيه ما تسمحليش ان انا يعتبر ذو احتياجات بصريه، ما اقدرش ان انا اروح واجي كل يوم. وساعات بسافر القاهره بتعالج هناك، بقعد بالاسبوع بالاسبوعين. فطبعا المرتب كان ضئيل جدا، ما ينفعش ان انا ما يصرفش عليا ولا يكفي مصاريف الادويه اللي انا بجيبها كل شهر. يعني انا كل شهر ممكن ان انا اعمل غير عدسه كل 4 شهور ب 4000 جنيه. يعني المرتب كان 200 جنيه وحوافز 200%، 600 جنيه في الشهر ما يكفونيش مواصلات. فطبعا سبت الاستقاله مقابل ان انا هحصل على معاش من الدوله من صندوق رعايه مصاب الثوره. فطبعا الموضوع طول جامد بتاع المعاش. فانا قلت النهارده رحت ان انا اطالب بمعاش استثنائي في حين الانتهاء من الاجراءات الورقيه بتاعه المعاش بتاع الصندوق. وبعد كده ده معاش استثنائي، يعني كده ممكن يقعد سنه ويتلغي تاني. فطبعا استاذ محمد قال لي طب انت عايز ايه تاني؟ قلت له يا المعاش استثنائي يا حاجه تدخل حاجه يوميه، دخل يومي. فقال لي نديك شقه. قلت له لا انا مش هشفى. انا دخلني للمحافظ والمباح عنده ان هو يديهولي، اللي يقدر يساعدني فيه ايه هيديهولي. فقال لي طيب ماشي خلاص. فانا تنيت قاعد لحد الساعه 4. كان في اجتماع شركات تقريبا، تنيت قاعد برضو. فخدني طلعني بره قال لي يلا يا محمد عشان تقابله. فانا طبعا في اعتقادي ان انا هدخل اقابله في المكتب زي اي مواطن عادي بيدخل للمسؤول ان هو يطرح عليه مشكلته عشان يحلها له. دخلت طبعا قعدت في الاستراحه تحت اللي عند البوابه الكبيره دي. فقال لي يلا يا محمد تعالى. انا قلت خلاص انا طالع. فلقيته بيوقف لي عند المحافظ ان هو بيكلمني وانا نازل من على السلم. فانا طبعا اعترضت. قلت له يعني انا قاعد ما يفوق ال5 ساعات وفي الاخر تكلمني على السلم؟ لا انا مش هينفع كده، لازم أنا اعرض عليك مشكلتي ولازم تسمعني، لان لازم تسمع مشكلتي لان مشكلتي مش صغيره وانا ليا حق. والحق ده اللي هو مصابين الثوره بمحافظه البحيره حصلوا على حقوقهم كلها بالكامل، ماديا وعلاجيا وكل حاجه.
يعني انا عايز افهم انا كمحمد دومة، انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ هل الموضوع سياسيا؟ انتوا بتستخدموا معايا كده سياسي ان انا بنزل وبصور ضد الاخوان ومعترض على سياستهم، ولا انا عايز افهم الموضوع؟ فقال لي خلص انا عارفك انت محمد دومة مصاب الثوره اللي بتعمل مظاهرات ضد الاخوان وبتقابلني في الحفلات. ده الكلام ده من على لسان الكلام ده مين؟ منه هو، من محافظ البحيره مختار حملاوي. تمام. فقلت له ايه دخل الموضوع بالمشكله بتاعتي؟ انا جاي اطرح عليك مشكلتي. فكان جنبه موظف اداري قال له خلص بطريقه طبعا سخريه كده. شوف هو عايز ايه واكتبه له في ورقه. طبعا هو واقف بينزل من على السلم ماشي. فانا طبعا يعني المفروض انت تراعي حالتي المرضيه، لان انا راجل ما بشوفش تحت رجليا، وتخليني تكلمني وانت ماشي. اقف كلمني. فانا طبعا اتعصبت، قلت له انت بتكلمني كده ليه؟ اقف كلمني زي ما بكلمك. هو انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ انا مش فاهم انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ يعني الحكومه بتعاملنا معامله رديئه ومهمشانا طول الوقت، وانت كمان تابع للحكومه بتعمل معانا كده. يعني مفيش احساس بالمسؤوليه خالص، ولا في احساس بينا، ولا في احساس بالحاله اللي احنا فيها، وانتوا كده بتدمرونا نفسيا وكل حاجه. فقال لي انت قليل الادب. قلت له على العموم الله يسامحك، يعني هتبقى انت والاخوان عليا. يعني الاخوان مستمرين يعني في ان هم ليل ونهار بيهددوا فيا، يعني ويعني بيساوموني. جالي اكتر من مره، يعني شريف حشمت جالي هنا ان انا هو ياخد الاوراق بتاعتي، وخدوها ما عملوش حاجه. يعني انا مش فاهم، يعني حاسس ان انا لو دخلت حزب الحريه والعداله ان انا هتعالج بره في الخارج زي مصعب الشاعر اللي سافر بره وتعالج في المانيا، وما زال دلوقتي قاعد في المانيا بيتعالج. فانا وجيت ردد عليه، قلت له ده حتى اشتراك الخبز الاخوان اعترضوا ان هم يعملوه لي. قالوا لي ان انت بتعارض الاخوان وما انتش مننا. يعني كده بقت اجهزه الدوله كلها مرسخه لخدمه الاخوان فقط، ولا انا مش فاهم في ايه؟ قال لي لا الاخوان ما يعملوش كده، انت ولا دليل الادب. قلت له برضه الله يسامحك، بس انا هسمي ده ان ده تواطؤ مع الاخوان، وان انت كده بتتواطأ مع الناس ديت. قال لي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت له ايوه انت متواطئ معاهم، وانا بقول لك اهوت انا مش هسيب حقي في البلد ديت، وهاخد حقي منك. واي مسؤول اخطا في حق الثوره وفي حق المواطنين انا مش هسيبه، ولازم اخد حقي منه. واي واحد اخطا في البلد ديت هينال العقاب وانت على راسهم. قال لي انت مش محترم، وانت قلت له. وقال لي جراد، قال لي انت وانت نزلت الثوره علشان تتصاب، علشان تتاجر باصابتك؟ انا ساعتها جالي ذهول. يعني انا مش فاهم. وقال لي كده ليه؟ ايه وجه الاستفاده اللي انا استفدته من تجارتي باصابتي؟ يعني انا لحد دلوقتي لسه فاقد بصري ومركب عدسه زجاجيه. يعني دي عدسه زجاجيه بغيرها كل 4 شهور ب 4000 جنيه. انا شلتها له كده بايديا، انا ما بتطلعش غير عليا الدكتور. شلتها له بايديا عشان اوري له الرصاص اللي جوه، هو ذات نفسه ما استحملش. ما بالك بقى انا بتألم ليل ونهار بالرصاص اللي جوه عينيا والرصاص اللي في صدري. يعني هو مش حاسس بالحاله اللي قدامه، وعمال يحل وبيربط فيا ويقول لي مش الدوله اللي صابتك. امال مين اللي صابني؟ مين اللي ضربني بالخرطوش في عينيا؟ انا عايز اعرف مين اللي ضربني، لما انت كمسؤول ما انتش عارف مين اللي ضربني. وفي الاخر يطلع ويمشي ويسيبني واقف اتكلم، ويخلي رجال الامن بتوع محافظه المديرين، رجال الامن بتوع المحافظه يمسكوني يحط ايدهم على بقي يكتموا بقي علشان ما اتكلمش، ويقول لهم الولد ده ما يدخلش المحافظه تاني مره. يعني ايه ما ادخلش المحافظه؟ هل المحافظه ديت بيتك عشان انا ما ادخلوش؟ المحافظه ديت اتعملت واتبنت علشان المواطنين يقدموا شكاويهم والمسؤولين يسمعوهم ويقدموا لهم خدماتهم. يقول لهم ازاي؟ يعني ده تهديد رسمي، ده تهديد مباشر، وبيقول لي ما يدخلش محافظه تاني مره. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان انت كده يعني متواطئ مع الاخوان وتساعدهم على اللي هم بيعملوه، وليل ونهار بيهاجمونا، والاخوان بيطلعوا لي صور على الفيسبوك وبيكتبوا عليها بلطجي ومطلوب للعداله. انا واحد، انا ما بشكرش في نفسي، بس انا واحد يعني بعتبر نفسي ان انا مش حاجه. انا واحد من الناس اللي خلوك انت تقعد على الكرسي ده، انت ورئيسك اللي جابك وحكومتك اللي جابتك، واللي انت بتدافع عنهم علشان خاطر البقاء على السلطه، علشان خاطر يسيبوك محافظ للبحيره. انا واحد من الناس اللي ساعدوك للوصول للسلطه. تيجي تعمل معانا كده؟ هو ده جزاتنا؟ هو ده جزات مصاب الثوره؟ هو ده اللي احنا هو ده المكافأة اللي انتوا قدمتوها لنا؟ يعني انا مش فاهم. فانا طبعا النهارده ذهبت لقسم الشرطه وقدمت بلاغ في المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيره الرجل الجليل. قدمت فيه بلاغ بسبب اهدار كرامتي كمواطن مصري. انا قدمت بلاغ كمواطن مصري، مش ان انا مصاب ثوره، لا.
بغض النظر ان انا مصاب ثوره، انا كواحد فاقد بصري اعتبر نفسي ان انا من ذوي الاحتياجات الخاصه، المفروض ان هو يعاملني ليا معامله خاصه، مش انا لوحدي. كل اي واحد كمعاق حركي، معاق بصري، لا، المفروض ان احنا لنا معامله خاصه. فانا اتقدمت النهارده ببلاغ في محافظه البحيره بسبب اللي هو بالاهانه اللي قدمها لي النهارده، بسبب اهدار كرامتي وبسبب اتهامه اتهامات باطله ان انا بتاجر باصابتي. وانا ان شاء الله مش هسيبه. في حاجه حصلت النهارده برضو، في محاولات من اداره المحافظه ان هم بيبعتوا لي ناس، في بعض الصحفيين بلغوني ان في محاولات من المحافظه بتخليص الموضوع ودي، وان انا اروح تاني واخد وفد من شباب الثوره علشان اخلص الموضوع ودي ما بين محافظ البحيره. بس انا طبعا رافض للسياسات القذره ديت، لان انا مش انا اللي اعمل كده. الكلام ده ما يتعملش معانا، الكلام ده يتعامل مع ناس تانية بتحب الشو وبتحب الظهور. مش انا اللي اتعامل معاها كده، انا راجل صورت ضد ظلم وضد استبداد وضد نظام كان متفشي في الحياه السياسيه وافسد الحياه السياسيه. مش انا اللي اعمل كده، ومش انا اللي انضحك عليا، مش انا اللي انضحك عليا بشقه، مش انا اللي انضحك عليا باموال، لا. للاسف ان انت وقعت مع شاب من شباب الثوره اللي صاروا ضد الظلم والاستبداد، ومستمرين ضد الظلم والاستبداد، حتى لو كان مين هو، وحتى لو كان انتمائه ايه، مستمرين ضد اي ديكتاتور. وانا مش هسيب حقي يا مخترع حملاوي، انا هاخد حقي منك تالت ومتلت وبالقانون، لان انا مش بلطجي، انا ثورجي مش بلطجي، هاخد حقي منك. انتوا عندك خلفيه النيابه ممكن تبداوا امتى، او كان في محامي وقفته معاك؟ هو ان شاء الله في محامين معايا، وان شاء الله هيروحوا النيابه بكره، وهاخد صوره المحضر علشان في ناس طلبوها مني. النيابه ان شاء الله هتبدا في فتح التحقيق في الواقعه. ايه رقم المحضر عارفه؟ رقم المحضر مش فاكر بالظبط والله، يعني تقريبا مم. 2778 يعني. مم. تمام. احنا مستمرين معاك، وهنعرف برضو اخر الاخبار منك، وان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله. وانا برضو كلمه اخيره بوجهها للسياده، للدكتور محمد مرسي، لان انا ما بحسبوش رئيس للجمهوريه، لان الراجل ده اصبح دلوقتي رئيس ذو صفة، واصبح غير شرعي بعدم احترامه لرغبة الشعب المصري، وبانغماسه في دماء الشهداء وفي راكد دماء الشهداء. وانا عايز اقول له، طالما انت بتطلع على شاشة التلفزيون وبتقول ان في ناس متربصين بالشعب المصري وسأكشف عنهم الغطاء قريبا، انت ليه متواطئ؟ يعني ليه سايب الناس ديت؟ انت كده يعني يعتبر انت كده متواطئ مع الناس ديت، لان انت ما بتكشفهمش. يعني اطلع وقول الناس دي مين اللي بيعبثوا بالشعب المصري، ومين اللي بينحرفوا بمقدرات الشعب المصري، ومين اللي عايز ينحرف بمسار الثورة ويدمر الثورة، ومين هم الثورة المعادية للثورة اللي احنا قمنا بيها. وانتوا خطفتوهم مننا يا اخوان، وقفزتوا عليها واستغلتوا الشباب، ودلوقتي جايين تقولوا على الشباب دول شوية شباب بيتمولوا من الخارج وبياكلوا جبنة نستون مش عارفة ايه. لا، احنا مش كده خالص. احنا شباب عندنا وطنية، وشباب عندنا مبدأ، مش زيكم عندكم مبدأ السمع والطاعة. احنا شباب احرار، شباب مستقل، ما احناش خاضعين لحد ان هو يحركنا من ورا الستار ويقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احنا عندنا عقل وبنعرف نفكر فيه، ونعرف ندير زيكم بالظبط. بس للاسف ان انتوا ما عندكوش اي ادنى خبره للاداره. وهقول لكم كلمه اخيره، طول ما انتم مستمرين في لفظ المعارضه وفي التشويه المستمر للمعارضه ورموز المعارضه، انا بقول لكم ان مش هيبقى في استقرار في البلد، مش هيبقى في اي هدوء واي توافق على اي شيء. لان طبعا طالما ما فيش لازم تحتضن المعارضه، لازم يبقى في معارضه، لازم تحتضنها، تشوف ايه مطالبها وتنفذها. لان الثوره دي انت ما عملتهاش لوحدك، الثورة دي قام بها الشعب المصري، مش جماعة الإخوان المسلمين اللي نزلت الثورة يوم 28 بعد ما ضمنت إن النظام بيتخلخل وبينهار، وضمنت إن هي خلاص مش هيقدر النظام إن هو يسيطر على الشباب في الشارع ويعتقلهم ويعتقلكم انتوا كمان معاهم. للأسف إن انتوا نزلتوا الثورة يعني ما كنتوش مقتنعين بيها، نزلتوا كده بمباركة الشباب يعني. فانا بقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، لان انتوا اللي دمرتوا البلد، وانتوا المستمرين في تدميرها بتمويلكم من قطر وباستعانكم بامريكا. الحمد لله احنا معانا ربنا، وطول ما معانا وطول ما احنا واقفين على ارض ثابته وفي وسطينا الشعب المصري، هنقدر نكمل ثورتنا وهنحقق اهداف ثورتنا.
وانا بشكركم جدا على تضامنكم معايا ومستمرين ان شاء الله مكملين. شكرا جدا يا فندم. شكرا.